الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زال الكلام في المنة الكبرى التي من الله جل وعلا بها على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فنبينا عليه الصلاة والسلام عبد، شاء من شاء وأبى من أبى. نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما ذهب هكذا بنفسه إلى المعراج أو إلى بيت المقدس، إنما بإكرام الله له وبأسباب جعلها الله جل وعلا. فركب نبينا عليه الصلاة والسلام البراق مع جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وليس كما يقول هؤلاء المخبولون المعتوهون الذين يقول أحدهم إنه ذهب إلى المسجد الحرام كل يوم 5 مرات يصلي. أين هذه العقول؟ وأين من يصدق هؤلاء المجانين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النبي المصطفى خير الخلق وسيد الورى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أكرمه ربه مرة واحدة في حياته بهذه الرحلة المباركة، وهؤلاء الشياطين تذهب بهم يمنة ويسرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه يا مسلم، انتبه يا عبد الله، إياك وهؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون النبي. والله كذبة، والله الذي لا إله إلا هو كذبة. الذي يحب النبي يتبع النبي، الذي يحب النبي لا يحارب دين النبي، الذي يحب النبي ويريد أن يكون مع النبي يحيي سنة النبي، الذي يريد أن يحب النبي يتخلق بأخلاق النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ها هو الصديق الأكبر خير الخلق بعد النبيين، ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ إني لا أترك شيئا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وأنا فاعله. لماذا؟ مخافة أن أزيغ. الصديق يقول عن نفسه إنه يخاف الزيغ، إنه يخاف الضلال لو خالف سنة سيد الورى. وهؤلاء يخالفون سنة النبي ليلا ونهارا، صلاتهم بخلاف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، توحيدهم عبادة للقبور، عبادة للأموات، سحر ودجل وخرافات وخزعبلات، تعبيد للناس، نهب لأموال الناس، إحلال للحرام، وأكل باطل، وغير ذلك من المنكرات، عري في نسائهم، تبرج في بيوتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم يقولون نحيي ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام غفل عنها؟ لم يبينها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما بين يوم عاشوراء، كما بين يوم عرفة، كما بين العشر الأوائل من ذي الحجة، كما بين فضيلة المحرم وفضيلة شعبان. هل النبي عليه الصلاة والسلام كتم دين الله، أخفى دين الله جل وعلا الذي أمره ربه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم هؤلاء ماذا يفعلون؟ النبي يقول الله عنه إنه عبد، هؤلاء يطلبون منه الشفاء ويطلبون منه المدد. ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد لا يعبد، العبد لا يمد، العبد لا يشفي. النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى أن يشفى، فأصيب عليه الصلاة والسلام بالسحر ورقاه جبريل. سحر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، واستمر السحر به عليه الصلاة والسلام، كان شديدا عليه مدة 40 يوما، واستمر أثره 6 أشهر حتى رقاه جبريل وشفاه الله جل وعلا، فأنزل الله المعوذتين وفيهما التعوذ الشرعي الذي ينبغي أن نكون عليه يا عباد الله. فتأمل يا مسلم، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا كلام الله، هذا كلام الله جل وعلا، هذا كلام الله يا عباد الله، فلينتبه لذلك. أما ما ورد في الإسراء فكثير، أذكر منه على سبيل الإيجاز والاختصار، ولكن المقام كان لا بد أن يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فشق صدره الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وشق صدره من نحره إلى شعرته عليه الصلاة والسلام إلى أسفل بطنه، وغسل صدر النبي عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. ملئ صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ملئت لغاديده عليه الصلاة والسلام حكمة وإيمانا. ثم أتاه جبريل بالبراق، وهي دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، يضع خطوه عند منتهى طرفه، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وربط البراق في الصخرة، في الحلقة التي في الصخرة التي يربط بها الأنبياء. ومسجد الصخرة المزعوم هذا مسجد بدعي، لا يجوز أن يفهم أن فيه أجر أو أن من السنة أن تقام هناك صلاة، لا، المسجد الذي جعله الله جل وعلا مباركا حوله هو بيت المقدس، والمرسوم بين الناس والذي تصل صوره إلينا هو مسجد بدعي، ليس من السنة إقامته، لأنه مخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والشرع المطهر جاء بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء والصالحين. فنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاء المسجد الأقصى وصلى به ركعتين، ثم جمع له الأنبياء فصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أيها الأحبة الفضلاء، نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رأى في السماء الأولى والله جل وعلا جمع الأنبياء له في كل سماء، جمع من ذكر وقد سبق ذكر أسمائهم، أي الله جل وعلا جمع أرواحهم ولقيهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى. لقي آدم وكان عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فكلما نظر عن يمينه ضحك، فإذا نظر عن يساره بكى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما هذا؟
فأخبره أن آدم عليه السلام من على يمينه نسم بنيه من أهل الجنة، فإذا رآهم ضحك واستبشر، وعن يساره نسم بنيه من أهل النار، فإذا رآهم بكى عياذا بالله من النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ثم لقي يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أذكر على الترتيب، إنما أذكر الزيادات التي لم أذكرها من قبل. فلقي يوسف وإذا به قد أوتي شطر الحسن، أي نصف الجمال. ثم لقي موسى عليه الصلاة والسلام، فلما لقي موسى وغادر النبي عليه الصلاة والسلام من عند موسى بكى موسى، فقال: ما يبكيك؟ قال: أبكي غلام بعث من بعدي أمته أكثر من أمتي الذين يدخلون الجنة، أكثر من أمة موسى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التنافس في الخيرات والغبطة والزيادة في الخير، فموسى يريد الزيادة في الخير، فكان يأمل أن يكون أفضل، أن يكون من أمته من هو أكثر عددا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، صلوات الله وسلامه وبركاته على أنبياء الله ورسله جميعا. فلينتبه لذلك يا عباد الله، وليعلم أن الأنبياء جميعا أخوة، فكل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله جل وعلا، جاءوا بإفراد الله بالعبودية، وكل الأنبياء إخوة. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما مر بنبي منهم إلا آدم وإبراهيم إلا كان يقول واحد منهم: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. أما آدم وإبراهيم يقول مرحبا بالابن، آدم يقول بالابن وإبراهيم. أما سائر الأنبياء يقولون ماذا؟ بالأخ الصالح. فالأنبياء جميعا أخوة، فلا دين إلا دين رب العالمين الذي هو الإسلام، هو الذي جاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبودية. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهدينا وإياكم ما فيه رضاه، وأن يكفينا شر أنفسنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم هدى وبصيرة ورشدا، وأن يتوب علينا، وأن يشفينا من أمراض ظاهرها وباطنها. اللهم اشفنا من أمراض ظاهرها وباطنها، اللهم اشفنا من أمراض ظاهرها وباطنها. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك من سيئات أعمالنا، ونعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.